سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم تكون لاباس. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو راح نبارطاجي معكم وصفه سهله جدا ومطلوبه بزاف خلاص، اللي هي شوربه فريك معروفه في الشرق الجزائري بزاف خلاص. هي تزين الطاوله الجزائريه خاصه في شهر رمضان، وبما انه شهر رمضان على الابواب كاينين بزاف خلاص اللي يحوسوا على هذا الوصفه. كان اللي ما تجيهمش عاقده، كان اللي ما تجيهمش حمراء، ليسونسيال كل وحده. وكيف انا بارطاجيت معاكم الوصفة على طريقتي بطريقة سهلة جدا. هنايا قبل ما نبدا بغيت نرحب بكم ونشكركم بزاف على هضرتكم زينه وللكومونتير تاعكم، وبغيت نقول لكم نحبكم بزاف بزاف خلاص. هنايا نبداو. تجيبي القدره تاعك اللي راح تنصبي فيها الشوربه تاعك، نديري الزيت تاعك، تحطي اللحمه. انا هنايا درتها بحم الخروف، وبغيتي ديريها ثاني بالدجاج نفس الطريقه نفس المكونات كل شيء. تلوحي البصله تاعك والثوم باش يتقلاو لك مع هذيك اللحم ويطلقوا البنه مع بعضاهم بيا خلاص. وعلى بالكم باللي سر الطعام خاصه الشوربه انك تخليها تتقلى بزاف، كل ما تتقلى كل ما راح تعطيك بنه افضل. تروحي لي زيبيس تاعك اللي هما الكمون، بسباس، كرويه، حبه الحلاوه، وفلفل كحل وفلفل عكري. بغيتي الحار ولا الحلو؟ حنا نستعملوا الحار. هنا ما كثرتش الحار بزاف على خاطر هاد الشوربه اسمها درتها لصحاب بابا اللي يخدموا معاه في الشركه، يدي لهم الغداء. كتعرفوا باللي الناس مغتربه مساكن يخدموا في بلاصه ماشي بلاصتهم، مره على مره نضربوا عليهم طله هكا بحاجه هكا سخونه، دفي لهم عظامهم في هذا البرد. ربي يتقبل علينا وعلى جميع المسلمين. هنايا نكملوا. ندير الملح تاعي ومامطو الشوربه تاعي راهي تتقلى. كما قلت لكم كل ما تخليوها تتقلى كل ما راح تتحصلوا على نتيجه افضل. خليها تتقلى على مهل على نار هاديه خلاص. انا بغيتي ديري كان اللي يدير الرند انا ما نستعملوش صراحه، ما نشتيهش. كاينه اللي دير المعدنوس ولا الدبشه معاه بعد مع الاول. انا هنا دبشه ما كانتش عندي بكميه بزاف، تعرفوني نستهلكها في كلش. خليت مع الاخر ورشيت. هاي لكم هنايا راهي بدات تتقلى. تخليها تتقلى حتى تشوفيها نشفت من هذيك الزيت هنايا ديري شويه كميه معتبره هكا باش من بعد تجيك الشوربه تاعك كان زيتها ومشي مزيته بزاف وبنينه حتى هيك في الشكل تجي ما شاء الله. هنايا هاكم تشوفوا راهي بدات تيبس لي من المكونات من هذيك الزيت. هنايا راني مرقتها مرقيه حتى انت تغطى لك هذيك اللحم. وهنايا انا كي عدرت اللحم خفت السما ما طيبليش لي ليكم. تعرفوا اللحم تاع الخروف شويه صعيبه مش كيما تاع الدجاج ليه يطيب. كثرت شويه المرقه وكيما قلت لكم درت كميه لا باس بها كما قلت لكم سابقا. راني مرقتها وحركتها ثاني باش تدخل هذيك باش يدخل هذاك الماء في الطماطم ومن بعد تجيني فرد لون يعني. هنايا قفلت على الكوكوط تاعي نخليها تصفر واحد 30 دقيقة كما قلت لكم ولا أقل على حسب اللحم تاعك. تيا كل مرة طلي عليها معليش، افتحي وشوفي اللحم تاعك اسكو طاب ولا لا، وعادي رديها. واذا شفتي شوربه تاعك نشفت زيدي لها شوي ما عادي خلاص. هنايا بعد ما صفرت لي نوجد في الفريك درت 3 مغارف كيما راكم تشوفوا. غسلتهم بيا خلاص. اغسلي الفريك تاعك من هذوك الحبات الكحل راكم تشوفوا فيهم كيف ينزلوا مع الماء. كي تشوفيه نظيف الفريك تاعك غسلي طول حتى تشوفيه ما فيش هذوك الحبيبات باش من بعد ما يفسدوا لك الشكل تاع الشوربه تاعك. روحي افتحي على الشوربه تاعك وضيفي الفريك تاعك كما راكم تشوفوا. بدات خثرت لي ما شاء الله. وكي تزيدي لها الفريك تزيدي تعقد تكثر خلاص. وصفة سهلة كما قلت لكم بأدق التفاصيل. راني ما نحيت حتى شيء. هذه هي وصفتنا ودرك نخليها تزيد تخثر بيا وزيدي تطيب فيها هذاك الفريك. من المستحسن الفريك ديري كما درت انا، ما ديريش معاه ما ديريش الفريك من الضربه الاولى على خاطر كان كي ينصب من المره الاولى بعد يحط الفريك. انا نفضل ندير هكا. انا شاركتكم طريقتي طريقه امي يعني تعلمتها على يوم والشوربه تاعها تجي ما شاء الله. هنايا راهي خثرت الشوربه تاعي راكم تشوفوا طول جات خاطره. درت فيها قرن هذا تاع الفلفل ماهوش حار بزاف باش ما يتلقليش الحراره. كما قلت لكم انا الناس هذو ما على بالش اسكو ياكلوا الحار ولا لا. هنايا يعني خليتها راني طفيت لها ومازال شغل حكمت لي حكمه السخانه راهي مازالت تغلي. هنايا فرغتها في هذه القدره باش ندير التقديم.
وشهيتكم في الجنه. وهذه نتمنى تكون عجبتكم. هذه هي شوربه تاعنا. ها هي، تحبي تزيدي تخليها تخضر اكثر ولا تحبي هي من المستحسن تخليها كيما هكا. جات ما شاء الله، جات كيما تاع الاعراس. هذه هي، نتمنى نكون فدتكم ولو بالقليل. رمضان مبارك، يدخل علينا بالصحه والهنا. وما تنسوش تدعموني كالعاده، راني نستنى تعليقاتكم. وشكرا ونحبكم بزاف.